السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل الرق الناشف على عين البوتاجاز، على الصينية على عين البوتاجاز بأسهل طريقة، وحاجات موجودة عندك في البيت زي ما انتم شايفين. يلا بقى ما تنسوش تعملوا لايك، واللي مشتركش في القناة يشترك. بنفرد الرقاق دلوقتي. هنخش بقى ايه، معايا 3 كوبايات دقيق، نص كيلو دقيق، 3 كوبايات ونص دقيق. ده نص كيلو دقيق، 500 جرام دقيق. نخلاه، ومعايا من نص معلقة ملح، كوباية مية، واقلبهم كده، ادوب الملح، واحط نص كيلو دقيق واعجن. هنعمل النهارده الرقاق الناشف. معايا كوبايه ميه تانية، هاخد منها ايه حاجات بسيطه كده. انا استعملت كل العجن كوبايه ونص ميه، وزي ما يعني ايه الدقيق يبقى ايه هو انتي والدقيق اللي في ايدك، يعني ما تطريش قوي، معلقه بمعلقه كده عشان ما يطرش منك. في دقيق بيشرب الميه وفي دقيق ما بيشربش. كل العجن خد مني كوبايه ونص ميه، وبعدين في الرقاق الناشف حطيته على الرخامه كده عشان اعملكم. هحط بقى الكيس عليها قد ايه، 3 دقايق 4 دقايق بكتير خالص، 3 دقايق 4 دقايق، واسيبها ترتاح، وارجع اعجنها تاني. عشان كده ايه يعني العجينه ترتاح، وانا يعني ريحتي ترتاح، ما تتعبنيش وما تجهدنيش. في ثواني كده يعني ايه، دقيقتين 3 واريحها دقيقتين 3. برضه بصوا شايفين عملت عرق ازاي. كل العجن ايه ما خدش حاجه بسيطه، بقى ميه صغير عشان قلتها كويس. لقيتها لابسه شويه، رحت ايه محط لها يعني معلقه ميه صغيره. كل العجن خد كوبايه ونص ميه، قلبتها كويس على الرخامه، والم بقى كده. خلاص خلصنا العجن، شايفين لابسه ازاي. رش دي على الصينيه، هقرصها كده على الصينيه. هعمل حته الرقاقه بتاع 65 جرام، 60 جرام يعني، مش كله، في كبير وفي صغير، بس ايه يعني مش صغيره قوي، 60 65 جرام. دلوقتي انا بوزنها واقرص واحط على الصينيه، واسيبهم يرتاحوا قد بتاع 10 دقايق كده، واغطيهم بكيسه بلاستيك. اكمل انا بقى. خلصنا تقريص، طلعوا 11 قرصه، 11 رقاقه. بعد ال10 دقايق بقى يرتاحوا شويه، بجيب الرقاق بقى بفرده، اكسره كده، واروح حاطه الدقيق ما بينهم من بعض. عامله دلوقتي بعمل 2 مع بعض على بعض، بفرد 2 مع بعض. رشه دقيق بسيطه كده، ما احس ان هي هتلزق في التانية، اشوفها برضو. حاجات بسيطه خالص. لازم ترشي دقيق تحتيه عشان يفرد، عشان الرقاقه تفرد معاكي.
بنفرد في الرقاق. هسيبه بقى هفرد قد 3 4 عشان اسوي يعني اسوي ال3 4 ورا بعض مع بعض. برضو بنفرد. افردها كده بالدقيق، انفضها بالدقيق واحطها على الرخام، افردها على الرخام، افردهم على بعض. معايا بقى صينيتين قدام، تكون قديمه كده، صينيه اي صينيه عندك قديمه، تحطيها على عين البوتاجاز يا دوبك تسخن كده وتعدي البوتاجاز شويه، ونحط الرقاق عليها، تشمع من هنا ومن هنا وتقلبي، يا دوبك تشمع وتقلبي. هنبقى نعمله برضو في الفرن، الرقاق الناشف نعمله برضو في الفرن. ما خدش 10 دقايق تسويه، وتسويه، ما خدش ربع ساعه، 10 دقايق على طول. الطاسه بقى كده الصينيه دخنت شويه كده، رحت واخداها غسلها، كل كام واحده كده بقعد اغسلها. نحط عليها تاني، نفرد الرقاق على الصواني، تشمع كده واروح قلبه وبالمعلقه كده وديرها، من هنا شويه من هنا شويه، شمعها كده. هنفرد تاني برضو. دلوقتي بقى هنفرد 3 مع بعض او واحده لوحدها. اللي ما تعرفش يعني تفرد 3 مع بعضهم، تفرد واحده لوحدها، سهله جدا. رشه الدقيق بسيطه، دوسي عليها كده بس ما تتكش يعني، خففي ايدك برضو وتجري كده بالنشابه او بالمردان. هنفرد بقى ال3 مع بعضهم، رشه دقيق من تحت ومن فوق، واكسر برضو الرقاق كده واحطه في ثواني.
ممكن تفردي 4 5 كمان مع بعضهم. افردهم نص فردة، واروح رشة الدقيق البسيطة، واحط الرقة التاني عليها، اتنيهم كده وافردهم. يعني ايدك تبقى خفيفة كده على الرقة وانت ايه بتفردي. نفضنا الرقاق، فردنا التلاتة على بعض ونفضناها عشان ما تتحرقش وانت بتسوي. وهنسوي بقى على يعني بفرد تلاتة كده 4، واروح مسويه على الصواني على البوتاجاز من فوق، عشان الرقاق تفقفق كده بدوس عليه. حروف كده عشان ايه تستوي رخرة. شايفين؟ تفعلوا بقى مع القناة يا جماعة عشان ايه، لحسن القناة واقعة قوي، عشان ايه يعني ربنا يسهل، عشان نستمر مع بعض كده ونعمل فيديوهات مع بعض. خشوا بقى اعملوا لايكات وايه، واعملوا لي مشاهدات عشان اعمل لكم اكتر واكتر. دايرة كده الحروف، سوي الحروف رخرة. شايفين؟ يلا بقى العيد الكبير جاي ان شاء الله، كل سنة وانتم طيبين. ونعمل برضو الرقاق على الفرن كده بتاع البوتاجاز، على الفرن الغاز ان شاء الله. بس ده لو مثلا عايزه تعملي صينيه رقاق كده، بتعملي ايه، نص كيلو هيعمل لك صينيه رقاق في ثواني كده. خلاص بقى ايه، خلصنا نص كيلو الرقاق. شايفين؟ خفيف بقى وايه، منتهى السهوله عملناه. 11 رقاقه من نص كيلو دقيق، 3 كوبايات ونص دقيق، وخفيف بقى وهش وكده وايه، وناشف.
يلا بقى ما تنسوش تعملوا لي لايك. يلا ما تنسوش تعملوا لايك وشوفوا الفيديوهات القديمة. السلام عليكم.